في الزمن اللي احنا فيه ده مواجهة المشاكل ما بقتش رفاهية، دي بقت ضرورة، ولو ما عملتش كده هتتحول لشخص مطارد طول حياتك. ايه هي البروبلم سولفينج سكيلز او مهارة حل المشكلات؟ لو فكرت هتلاقي ان حياتنا مليانة بالمشاكل، سواء في البيت او في الشغل او في اي مكان، والشخص اللي عنده مهارة حل المشكلات يقدر يحس بالمشكلة في بدايتها ويقدر يتعامل معاها ويحلها في الوقت المناسب، ويقدر كمان يختار الحلول البديلة والمناسبة للمشكلة اللي بتقابله، لان كل ما المشكلة استمرت لوقت اطول كل ما الخسائر بتزيد اكتر. والمقصود هنا بالبروبلم سولفينج سكيلز هو انك تلاقي افضل حل في اقصر وقت وباقل خسائر ممكنه. وكمثال بسيط، لو انت كنت محتاج تشتري حاجه من السوبر ماركت اللي بينك وبينه شارعين، لكن اللي منعك من النزول ان الدنيا بتمطر، فوقتها هيكون في اكتر من حل للمشكله، زي مثلا ممكن تاخد معاك شمسيه، او ممكن تستنى لحد المطره ما تخلص، او ممكن تاخد عربيتك علشان تحميك من المطر، او ممكن حتى ما تنزلش خالص وتأجل نزولك لتاني يوم. اللي بيحدد اختيارك الامثل هنا هو تقديرك للمشكله ودرجه اهميتها، واللي هيترتب عليه قرارك اللي هتاخده بعد كده. وده اللي بيخلي اشخاص كتير بيتعاملوا مع نفس المشكله بشكل مختلف. وده كان مثال بسيط بس عشان يوضح لك الموضوع اكتر. لكن اللي لازم تعرفه ان مهارة حل المشكلات هتخليك شخص واثق من نفسه، عنده القدرة على مواجهة المشاكل وحلها بطريقة علمية وصحيحة، وكمان هتخليك تفكر بشكل مختلف وتخلي عقلك يولد كمية كبيرة جدا من الافكار اللي بيها تقدر تختار انسب قرار لحل المشكلة. حل المشكلات هي الطريقة اللي الشخص بيسخر فيها معلوماته وخبراته ومهاراته اللي اكتسبها على مدار حياته كلها عشان يواجه بيها حدث غير متوقع أو موقف غير مألوف، ويقدر يسيطر عليه ويوصل بيه لحل مناسب. بمعنى تاني، إن المشكلة هي أسلوب بيحط الشخص في موقف حقيقي بيجبره إنه يفكر وعقله يشتغل عشان في النهاية يوصل لأخذ القرار وحل المشكلة. ممكن نقول كمان إن حل المشكلات هي طريقة بحث ممنهجة بإجراءات معينة عشان نوصل لهدف معين، واللي بيعتمد على نوعين من التفكير. أول نوع الاختلاف، وهو إنك توفر حلول كتيرة بديلة ومتنوعة للمشكلة. وتاني نوع هو التقارب، وهنا بيتم تقليل الخيارات وتضييق الإمكانيات علشان نوصل لأفضل حل من الحلول اللي احنا اقترحناها. وهنا أول حاجة لازم نعملها هي تحديد المشكلة بالظبط. ابعد عن التعميم والغموض عشان ده ممكن يصعب عملية البحث في إيجاد حلول للمشكلة. اجمع المعلومات والبيانات وكل المعطيات عن المشكلة، وعشان توضح المشكلة بشكل أكبر لازم تجمع عنها معلومات كافية، وده هيكون من خلال الإجابات على بعض الأسئلة اللي لازم تسألها لنفسك كل ما تواجهك مشكلة، زي فين وإمتى وإزاي وليه والمين. يعني المشكلة حصلت فين وحصلت إزاي وإمتى حصلت وليه حصلت وحصلت لمين. كل دي أسئلة هتساعدك إنك تكتشف المشكلة الحقيقية وتفهم أبعادها. في المرحلة دي أحب أقولك إنك لازم تركز على المرض مش العرض، يعني خلي كل تركيزك يكون على مصدر المشكلة وأساسها، لأن حل المشكلة بشكل سطحي بيكون زي المسكن مش بيستمر كتير، ومع الوقت بتنفجر المشكلة وتكون أسوأ من الأول. اعمل قائمة بكل الأسباب المحتملة للمشكلة، يعني اقعد فكر في كل الأسباب اللي أدت لحدوث المشكلة. اكتب في القائمة دي كل حاجة تيجي في دماغك، وطبعا ده بعد ما تجاوب على كل الأسئلة اللي قلناها في النقطة رقم 2 اللي هي فين وإمتى وإزاي وليه والمين. فاكرها؟ طيب تمام. وهنا في حاجة مهمة لازم أوضحها لك. أغلب الناس بتحل مشاكلها بشكل عشوائي بإنهم يفكروا في حلول من العدم ومن غير أصلا ما يعرفوا إيه سبب المشكلة الحقيقي، وده يعتبر مضيعة للوقت. في النقطة اللي فاتت أنت حددت الأسباب الممكنة للمشكلة وجاوبت على كل الأسئلة اللي قلنا عليها، واللي هتعمله دلوقتي إنك هتستبعد بعض الأسباب اللي أنت كتبتها اللي أنت شايفها بعيدة شوية عن الموضوع، والأسباب اللي هتفضل وهتكون مقتنع بيها هي دي اللي من خلالها هتوصل للحلول، واللي من غيرها مش هتعرف توصل للحل السليم. وفي المرحلة دي وبالاعتماد على الأسباب اللي طلعتها دخلت في مرحلة العصف الذهني، وهو إنك تولد أكبر قدر ممكن من الأفكار والحلول المناسبة. ممكن تستعين بأصدقائك، بزملائك، بمديرك، لأن ده لما بيحصل على مستوى الجماعة بيكون أفضل وله فعالية أكبر.
وهنا هنبدأ نشوف مميزات وعيوب كل حل من الحلول المقترحة، وتشوف ايه المناسب منها وتسيبه، وايه اللي مش مناسب منها وتستبعده، وفي الاخر هتوصل للحل الامثل، الحل الانسب للمشكلة، واللي هيكون خلاصة البحث والتفكير والتقييم، حل مدروس وبشكل ممنهج. أنا دلوقتي معايا الحل الأمثل اللي اخترته للمشكلة واللي اقتنعت بيه، يبقى أكيد هقدر آخد القرار بالتنفيذ فورا، لأن تأخيرك بعدها ملوش أي معنى. وافتكر الكلمة اللي قلتها لك في الأول، كل ما المشكلة استمرت لوقت أطول كل ما الخسائر بتزيد أكتر. واخر حاجة، وبعد ما اخدت القرار بالحل المناسب ابدأ اقيم النتائج، وده عشان اطمن واتأكد ان القرار سليم وتم تطبيقه بشكل صحيح. وبس كده.